المريخ المريخ المريخ، وكأن مفيش كواكب تانية حوالينا، وكل يوم والتاني نسمع عن صواريخ رايحة وصواريخ جاية، لدرجة ان واحد من اهم واكبر احلام ايلون ماسك انه بس يستوطن الكوكب ده ويبقى المريخ هو الارض رقم 2. بس يا ترى ليه؟ واشمعنى المريخ اللي مديله الحجم ده من الاهتمام؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من كريبتو. المريخ او الكوكب الاحمر هو رابع كوكب من حيث البعد عن الشمس، وتسمى بلقب الاحمر بسبب لونه اللي بنشوفه من بعيد، وده لان الحديد والمعادن اللي موجوده في صخور الكوكب نفسه واللي برضه موجوده في التربه كمان اتاكسدت مع مرور ملايين السنين وتحول لونها بالتدريج للون الاحمر. وتسمى المريخ باسم المريخ في اللغه العربيه لان اسمه مشتق من كلمه امرخ، وهي كلمه عربيه معناها صاحب البقع الحمراء. اما مارس وهو اسم الكوكب بالانجليزيه راجع لان الاجانب سموه على اسم اله الحرب عند الرومان. قبل ما تحضر شنطتك في رحلتك للمريخ لازم تعرف ان متوسط المسافة بينه وبين الارض هو حوالي 225 مليون كيلومتر، وعلى قد ما هي تبان مسافة كبيرة بالنسبة لينا كبشر الا ان بالمقاييس الكونية هي مسافة بسيطة جدا جدا جدا. والمسافة دي حاليا بالمركبات اللي قدر يخترعها الانسان ممكن نقطعها في حوالي 8 شهور. وعلى حسب دراسات لتربة المريخ فبيقترح ان تكوين الكوكب نفسه كان من حوالي 4.5 مليار سنة فاتوا، لما كان في غبار وغازات كتيرة جدا بدأت انها تنضغط على نفسها تحت تأثير الجاذبية لحد ما تحولت لكتلة ضخمة جدا، ومع الوقت أصبحت كوكب المريخ بالشكل اللي بنشوفه النهاردة. ودلوقتي بعد ما عرفنا تاريخ الكوكب وشكله من بره، ايه رأيك بقى ننزل على سطحه شوية ونكتشفه بشكل اقرب حبتين؟ مبدئيا كده كوكب المريخ كوكب صغير بالنسبة لكواكب تانية حواليه، حاجة زي كوكب المشتري وزحل واورانوس. المريخ بالنسبة لهم يعتبر طفل رضيع، ولو مسكنا كوكب المريخ وفردناه هتلاقي ان مساحة السطح بتاعه ازيد من ربع مساحة الارض بحاجة بسيطة، وحجم الكوكب حوالي 15% من حجم الارض. اما كتلة الكوكب فهي بتمثل حوالي 11% من كتلة كوكب الارض، وبسبب حجم الكوكب وكتلته فبالتالي الجاذبيه عليه بتبقى اضعف من جاذبيه الارض، والجاذبيه على المريخ تقريبا 38% من جاذبيه الارض. اما الغلاف الجوي للكوكب فهو يعتبر رقيق جدا، 96% من الغلاف الجوي للكوكب الاحمر بيتكون من غاز ثاني اكسيد الكربون، والجزء المتبقي بيتوزع ما بين الارجون والنيتروجين وشويه حاجات بسيطه كده خالص من الاكسجين وبخار الميه. مجرد ما بتنزل على سطح المريخ وتبص للسماء عشان تشوف الدنيا ايه، فمش عايزك تتخض لو لقيت قمرين مش قمر واحد، وده لان المريخ بيتسم بامتلاكه قمرين صغيرين نسبيا وهم فوبوس وديموس. لو قررت تقضي يوم كامل على المريخ فلازم تبقى عارف ان الحرارة برد جدا على سطح الكوكب ده. المريخ بعيد عن الشمس قد بعد الارض عنها مرة ونص، وبالتالي ضوء الشمس بياخد حوالي 13 دقيقة عبال ما بيوصل له. اما بقى بالنسبة لدرجات الحرارة على السطح فهي غريبة حبتين. تخيل تبقى قاعد في مكان درجة حرارته ممكن توصل لسالب 153 درجة تحت الصفر، بس ما تزعلش قوي يعني لان احيانا درجة الحرارة بتوصل ل 20 درجة تقريبا. وهنا بقى نيجي لسؤال مهم، هل نقدر نعيش في وسط الغلاف الجوي ده؟ مشكلة الحياة على كوكب المريخ بتتمثل في أكتر من نقطة. أولا إن زي ما قلنا الغلاف الجوي للكوكب رقيق جدا، وده بيعرض الكوكب دايما لهجمات النيازك والمذنبات، فتخيل أنت قاعد حرفيا في مكان مفيش فيه أي حماية. وثانيا إن بسبب الجاذبية على الكوكب فبتكون فيه عواصف قوية جدا جدا كفيلة إنها تغطي الكوكب بالكامل بالأتربة لشهور طويلة جدا. وثالثا وده الأهم إن كمية الأكسجين اللي موجودة في الغلاف الجوي هي غير كافية بأي شكل من الأشكال انها تساعد في وجود حياة على سطح الكوكب الاحمر. يعني في كل الاحوال ظروف المعيشة على المريخ مستحيلة، ومحدش فينا ممكن يغامر بنفسه عشان كوكب بيننا وبينه ملايين الكيلومترات. معلش يعني الارض ما اشتكتش ولا حاجة. طب ليه بقى كم الاهتمام المبالغ فيه بكوكب زي ده؟ دايما اهتمام علماء الفضاء بيكون منصب على حاجتين مهمين، اولا هو اكتشاف اي مخلوقات فضائية على اي كواكب تانية، وثانيا هو اكتشاف كوكب يكون صالح للحياة في حالة يعني ان كوكب الارض اصبح غير مهيأ للسكن فيه. وعلشان كده وكالات الفضاء بتنفق ملايين الدولارات على الابحاث والتجارب العلميه والاختبارات علشان بس يوصلوا ولو حتى لربع هدفهم. ولكن الموضوع برضو ليه فوائد ملموسه النهارده، زي ان دراسات الفضاء ساعدتنا في التنبؤ بالطقس، وكمان بتخلينا نتنبئ بهجمات المذنبات ونستعد ليها في اي وقت. ده غير طبعا التجارب اللي بتتعمل وبتساعد على الزراعه في ظروف قاسيه وصعبه. يعني في النهايه الموضوع بيجيب همه ولكن على فترات طويله. نرجع لموضوعنا.
ليه برضو كل الاهتمام بالمريخ ده؟ اول حاجه ان المريخ اقرب شبيه للارض تقريبا. اليوم على الارض 24 ساعه، اما اليوم على المريخ حوالي 24 ساعه و6 من 10. يعني تعاقب الليل والنهار على سطح المريخ هو نفس اللي بيحصل على الارض، وده يخلي فرصه استقرار الساعه البيولوجيه لاي كائن يعيش عليه اكبر، لانها مش هتختلف عن الارض بكتير. وثانيا ان الكوكب الاحمر بيميل باتجاه الشمس بمقدار قيمته 25 درجه تقريبا، وده برضه مشابه جدا للارض، واللي بتميل بحوالي 23 درجه تقريبا باتجاه الشمس. وده برضه بيوصلنا لنتيجه واحده، ان الفصول على الكوكب الاحمر مشابهه جدا للفصول على كوكب الارض، والاختلاف بس ان الفصول بتقعد فتره اطول على الكوكب الاحمر، لان السنه على المريخ حوالي 687 يوم من ايام الارض، وده طبعا لان كوكب بعيد شويه عن الشمس في المدار بتاعه، اكبر بكتير من مدار الارض حوالين الشمس. وثالثا ودي اهم نقطه في الفيديو، ان بناء على دراسات التربه وسطح الكوكب الاحمر ففي ادله كتير ان المريخ كان في يوم من الايام عليه ميه زي بتاعه الارض بالظبط، ومش مجرد بقى بحيرات صغيره او انهار، لا ده مساحات شاسعه من المياه. لو بصيت في الصور اللي قدامك دي هتلاقي صور لتشققات ووديان على سطح الكوكب الاحمر، وكمان صخور بتغطي مساحات كبيره جدا من الكوكب، والحاجات دي عمرها ما كانت هتتشكل الا عن طريق الميه. ويعتقد ان من حوالي 3.5 مليار سنه فاتوا كانت فيه فيضانات قويه جدا على سطح المريخ، وهي اللي تسببت بتشكل الصخور اللي احنا قلنا عليها. ولحد النهارده الكوكب ما زالت الميه متواجده عليه، ولكن بنسب بسيطه وكمان على شكل جليد، وطبعا موجودين في اقطاب الكوكب الاحمر. يعني بالمختصر المفيد ان المريخ زمان كان كوكب دافي وبيحتوي على مياه سائله واكسجين وغلاف جوي سميك، قادر ان هو يحافظ على الكوكب ويخليه كوكب صالح للحياة. في النهاية الفضاء مكان واسع بلا حدود، ومستحيل على الإنسان يقدر يجيب آخره، ولحد اللحظة مفيش أي حاجة بتأكد لنا إن في كوكب تاني عليه حياة، أو حتى إنه يكون صالح للحياة بنسبة 100%. ولكن لحد ما نكتشف حاجة زي دي ما تنساش بقى تكتب لنا رأيك في الكومنتات، وتقول لنا حابب نتكلم في إيه في الفيديو الجاي، وأشوفك على خير.